لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يحرز يفتح اللعب هناك في اقصى اليسار عند رامي عليو. جول جول. اخيرا 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 بعد محاولات، بعد مشاورات ومداولات، ياتي الهدف برأسية الهداف النجم ملك الخطورة محمد لمين عمورة. نعم، كل الخطورة تجدها عند التعادل. يعني وكأن الكرة اللي ضيعها، الرأسية اللي ضيعها، اللي لسه كنا بنتكلم عليها سيسيني، وكأنها كانت بروفا ليأتي الآن كوبيلانج هو اللي بيسجل. كوبيلانج، وكأن الفرصة اللي ضاعت من سيسيني كانت بروفا. نفس الكرة ونفس الفاول ونفس الخطأ ونفس اللاعب بنفس الطريقة، لكن المرة دي يمكن على القائم البعيد. يعني لعبها المرة دي جونسون على القائم البعيد. يدخل كبديل وينجح في التسديد، يفك اللغز، يحل الشفرة، يصل إلى كلمة سر المرمى البوتسواني بعد نزوله بدقائق قليلة جدا. روعة روعة روعة. بونجاح ينجح في الوصول إلى المرمى البوتسواني وإلى شباك فوكو بعد نزوله 5 دقائق أو أقل. 5 دقائق أو أقل كانت كافية تماما لبغداد بون، ويتقدم للمنتخب الجزائري بالهدف الثاني. يعيد التقدم من جديد، يعيد التقدم لمحاربي الصحراء. تلقى انذار طبعا.